بيقولك الإنجليز قعدوا سنين كتير قوي محتلين نص الكوكب، لحد ما جه عيل من النجريج قعد عندهم 9 سنين احتل فيهم بريطانيا العظمى حتة حتة. خلى الإنجليز هم اللي يغنوا له بلغته مو صالح الملك المصري. 24 مايو 2026 الستارة بتنزل رسميا على أسطورة ليفربول بعد ماتش برينفورد. مسيرة مرعبة بدأت بمين ده وانتهت بأرجوك ما تمشيش. هات كشكولك وتعالى نشوف فخر العرب الحقيقي عمل فيهم ايه. الحكايه مش من ليفربول يا صاحبي، الحكايه بدات من المقاولين العرب، القطر اللي كان بيركبه 5 ساعات في اليوم. وفي 2011 صلاح كان هيروح الزمالك، بس رئيس النادي وقتها ممدوح عباس قال جملته التاريخيه اللي المفروض تتبروز في متحف اللوفر: صلاح محتاج شغل كتير وما ينفعش للزمالك. طبعا ممدوح زمانه دلوقتي بيشرب قهوه ساده وبيعيط، بس مش مهم. صلاح ساب البلد كلها وطار على بازل السويسري في 2012. هناك قفل اللعبة محليا وقرر يعلم على تشيلسي رايح جاي في دوري الأبطال، لحد ما عمنا جوزيه مورينيو شافه وقال لك هاتولي الواد السريع اللي هناك. في يناير 2014 صلاح راح تشيلسي، ودي كانت فترة التأديب والتهذيب وإصلاح الملاعب. مورينيو قعده على الدكة لما ركبته نملت، لعب 19 ماتش جاب فيهم جولين بس. الإنجليز قالوا عليه لاعب الموسم الواحد وان سيزون وندر وما ينفعش للبريمير ليج. صراحة قال لهم طب تمام يا جماعة، أنا رايح إيطاليا أعمل غسيل ومكوى للبلد هناك وأرجع لكم. راح فيورنتينا إعارة وبعدين روما في 2015، وهناك بقى مع ذئاب العاصمة صلاح حول من جناح سريع بيجري بالكرة بره الملعب لماكينة أهداف وأسيستات مع سباليتي، وطبخ المدافعين في الكالتشو على نار هادية. وفي 22 يونيو 2017 يورجن كلوب مسك التليفون وكلم صلاح: مساء الخير يا صاحبي، مش ناوي تيجي ليفربول؟ وراح اشتراه ب 42 مليون. الاعلام الانجليزي قال له وقتها ليفربول بيرمي فلوسه في الارض. اول موسم لصلاح نزل اكل النجيله، جاب 32 جول في الدوري، رقم قياسي وقتها، وكسر هيبه المدافعين كلهم. وتوالت السنين يا صاحبي صلاح ما سابش بطوله ما خدهاش. دوري ابطال اوروبا 2019 بعد غدرة راموس في 2018 وكسرة كتفه، رجع صلاح وحط ضربة الجزاء ضد توتنهام وجاب السادسة لليفربول. الدوري الانجليزي 2020 لقب الغايب عن الانفيلد من 30 سنة، صلاح رجعه وجاب جول في مانشستر يونايتد وقلع التيشيرت في اللقطة التاريخية مع أليسون. 3 مرات هداف الدوري الانجليزي الجولدن بوت. افضل لاعب في انجلترا مرتين هو الحاج ساديو ماني وبوبي فيرمينيو، وعملوا ثلاثي مرعب دمروا جيل جوارديولا في كام سنة. مشي يورجن كلوب في 2024 في وقت ولحظة كانوا محزنين جدا لليفربول وكل مشجعينهم. الناس قالوا صلاح هيقع، جه المدرب الهولندي ارني سلوت وصلاح استمر في جلد الجميع وما رحمش حد، لحد ما وصلنا الموسم 25-26 الحالي. صلاح كسر حاجز ال 200 جون مع الريدز وبقى الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي وتاسع الهدافين التاريخيين للبطولة كلها. النهارده وبارقام مرعبة وتاريخ ما يتنسيش، الملك بيقرر يمشي وهو واقف على رجله مش وهو دكة ماشي، والانفيلد كله واقف بيعيط. من عيل كان بيسافر بالقطر وبياكل كشري لأسطورة حطت اسمها جنب ايان راش وجيرارد وكبار الانفيلد. صلاح مش مجرد صفقة، ده كان استثمار بشري ألهم جيل كامل. هنعمل استعراض لأرقام فخر العرب ملك الأنفيلد محمد صلاح. إجمالي أهداف 255 هدف في كل البطولات، ثالث الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بعد ايان راش وروجن هانت. اجمالي الاسيستات 119 اسيست. اجمالي اهدافه في الدوري الانجليزي مع ليفربول 189 هدف، الهداف التاريخي لليفر في البريمير ليج. البطولات الجماعيه 8 بطولات، 2 دوري انجليزي ممتاز، 1 دوري ابطال اوروبا، 1 كاس عالم انديه، 1 كاس سوبر اوروبي، 1 كاس اتحاد انجليزي، و2 كاس الرابطه اللي هي الكاراباو. في موسم 2017 2018 موسم الانفجار الاكبر سجل 44 هدف في كل البطولات، منهم 32 في الدوري. خد الجولدن بوت، جائزة البي اف اي لأفضل لاعب في انجلترا، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم. البالون دور في 2018 صدم الانجليز والعالم ودخل القائمة الشرفية وخد المركز السادس فيها. في موسم 18-19 عصر ملوك اوروبا توج بدوري ابطال اوروبا وسجل هدف في النهائي ضد توتنهام، واخد الجولدن بوت للدوري الانجليزي ب 22 هدف. وفي البالون دور 19 اتقدم خطوه وحقق المركز الخامس عالميا. موسم 19-20 فك العقده، خد الدوري الانجليزي الممتاز اللي كان غايب من 30 سنه.
والبالون دور اللي اتلغت السنه دي بسبب كورونا. موسم 2021 سجل 31 هدف رغم تراجع مستوى الفريق الجماعي. البالون دور في 21 تراجع شويه وخد المركز السابع، سجل 31 هدف وصنع كوم من الاسيستات. اخد الجولدن بوت للمره الثالثه، واخد جائزه افضل صانع العاب في الدوري الممتاز وافضل لاعب في انجلترا من البي اف اي والاف دبليو اي. سجل اسرع هاتريك في 2022 في تاريخ دوري ابطال اوروبا ضد رينجرز في 6 دقايق و12 ثانيه بس. والبالون دور في 2022 رجع تاني واخد المركز الخامس. في موسم 2022 سجل 30 هدف في جميع المسابقات. البالون دور في نفس السنه خرج للاسف من الترتيب واخد المركز ال11. موسم 24-25 الموسم اللي انفجر فيه حرفيا. وفي 2024 الانجاز الاكبر اللي اخد فيه الفريق مع المدرب ارني سلوت واخدوا الدوري الانجليزي. اهدافه واساساته في نفس الموسم سجل 34 هدف وصنع 23 في كل البطولات. في الموسم ده جاب 29 هدف وعمل 18 اسيست عشان يبقى الاكثر مساهمة في تاريخ المواسم ذات ال 38 مباراة. والجوائز نفسها في الموسم ده كوش على كل حاجة حرفيا. خد الجولدن بوت للمرة الرابعة، خد لاعب الموسم في البريمير ليج، واخد جائزتين البي اف اي والاف دبليو اي تاني. وفي البالون دور افضل ترتيب في تاريخه، واخد قفزة يعني تاريخية وحقق المركز الرابع عالميا خلف عثمان ديمبلي اللي اخد البالون دور. وهنا تبقى انتهت حلقتنا عن الملك المصري محمد صلاح، الفرعون اللي عمل كل حاجة، اللي اصبح الهام لكل شباب مصر وكل شباب العالم ان ممكن تتحول من لا شيء لاكبر واهم انجاز في حياة كل حد. ولو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، متنساش تدعمنا. احنا محتاجين الدعم فعلا، بنحاول نكبر بيكو وليكو. اتمنى الحلقه تعجبك، ولو في اي انتقاد، في اي مشكله، في اي حاجه مضايقاك، في اي حاجه عرفني، قول لي في كذا انا هصلحه المره الجايه. لو في حاجه احنا محتاجين نعملها قولوا لي عليها وانا هعملها برضو. اتمنى الحلقه تعجبك تاني، وسلام.